السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل جدول جديد في قاعدة البيانات. إحنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت إن إحنا سطبنا ال SQL سيرفر وعملنا قاعدة بيانات سميناها ساعتها SQL سيرفر كورس. طيب دلوقتي إحنا كنا متفقين إن قاعدة البيانات ديت أنا بعملها ليه؟ علشان أخزن فيها بيانات. طيب أنا هخزن فيها بيانات إزاي؟ قلنا بنخزن البيانات عن طريق جداول أو عن طريق تيبلز. طيب التيبلز دي لازم الأول أعملها أكريتها، يعني ماشي أنشئها علشان أعمل لها أحط جواها البيانات علشان أخزن فيها البيانات وأبدأ أعمل عليها العمليات اللي أنا عايز أعملها. طيب أول حاجة علشان أعمل تيبلز جديدة أو علشان أكتب syntax SQL سيرفر. يعني إيه syntax؟ syntax هو طريقة كتابة أكواد برمجية بحيث إن يفهمها البرنامج اللي إحنا شغالين عليه أو الانفايرمنت اللي إحنا شغالين عليه. في الحالة بتاعتنا إحنا شغالين على SQL سيرفر، فأنا محتاج أنا أكتب الكود بتاعي بالسنتكس بتاع ال SQL سيرفر اللي هو بيفهمه. طيب هكتب الكود ده فين؟ باجي هنا على نيو كويري، بيفتح لي صفحة بيضاء. تمام؟ ده المكان اللي أنا هكتب فيه ال SQL كويري ده المكان اللي هكتب فيه ال SQL كويري بتاعي، هكتب فيه الكود بتاعي. طيب ال SQL سيرفر كورس هنا باجي من هنا أحدد الداتابيز اللي انا هشتغل عليها. يعني انا الكود اللي هكتبه هنا، في الصفحه البيضاء ديت، محتاج احدد هو يشتغل على انهي داتابيز. لو انا مثلا شغال على اكتر من بروجكتس في نفس الوقت وعندي اكتر من داتابيز، فانا محتاج ان انا اعرف الاس كيو ال سيرفر ان انا دلوقتي الكود اللي هكتبه ده هتنفذه على انهي داتابيز. فانا هختار اقول له اس كيو ال سيرفر كورس. طيب خلاص كده انا جاهز. انا قلت له ان انا هكتب الكود ده على الاس كيو ال سيرفر كورس داتابيز. طيب هكتب بقى ايه اللي انا محتاج اكتبه؟ محتاج احفظ طبعا السنتكس اللي انا هقوله دوت، لازم انتوا تحفظوه ماشي، علشان هو من كتر التكرار هيتحفظ اوتوماتيك، بس يعني لو انتوا حفظتوه هيبقى الموضوع اسهل بكتير. طيب انا دلوقتي عشان اكري التيبل بكتب ايه؟ بكتب اكواد برمجيه معينه. طب انا هكتب ايه؟ حاجات بسيطه جدا. هقول له كرييت تيبل. دول ثابتين، لما باجي كريت اي تيبل هاجي كريته هكتب كريت تيبل. بعد كده بقى بكتب اسم التيبل اللي انا عايزه. انا عايز اسمي التيبل دوت تيبل امبلوي، الموظفين. خليه بس ايه بيبدا بحرف الكابيتال عشان يبقى موحد الشغل بتاعنا. طيب خلاص انا كتبت كده وقلت له كرييت تيبل امبلوي. اعمل ايه تاني؟ محتاج احدد العواميد اللي هتبقى عندي في التيبل هم كام عمود واساميهم ايه. فبفتح قوس واقفله واحط سيمي كولون. سيمي كولون دي معناها ايه؟ او الفاصله المنقوطه دي معناها ايه؟ معناها ان انا خلاص انا نهيت الكود البرمجي بتاعي، انا البلوك ده خلاص انا قفلته. فلما هاجي انفذه بعد كده هيبدا ايه؟ يقرا البرنامج، يقرا ان انت عند السيمي كولون دي انت خلاص وقفت، انت مش هتكتب كود تاني بعديها، او انا مش هفهم كود تاني بعديها. طيب هاجي هنا جوه ما بين القوسين هكتب العواميد بتاعتي او الكولومز بتاعتي. طب انا عندي دلوقتي الموظف ده بيبقى ليه اسم، ويبقى ليه الاسم ده مكون من فيرست نيم ومكون من لاست نيم، بيبقى ليه عمر ماشي، بيبقى ليه تاريخ تعيين هاير ديت. تمام. هيبقى ليه اي دي، كل موظف ليه اي دي مختلف، ما ينفعش يبقى فيه 2 موظفين ليهم نفس الاي دي. فبالتالي انا بقول للاس كيو ال سيرفر انا عايزك تعمل لي كولوم كذا وكولوم كذا وكولوم كذا وكولوم كذا. طيب يبقى انا دلوقتي اول حاجه هقول له ان انا عندي الامبلوي اي دي. انا عندي اي دي لكل موظف. طب الاي دي ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن رقم. انا هخليه مثلا رقم 1 2 3 4. طيب الرقم ده علشان البرنامج يفهمه، عشان اس كيو ال سيرفر يفهمه، بنمثله بحاجه اسمها داتا تايب. يعني انا بعد اسم الكولوم بجيب حاجه اسمها داتا تايب. طب الداتا تايب ده عباره عن ايه؟ عباره عن نوع البيانات اللي انا هخزنها في العمود ده. انا هخزن هنا ارقام صح؟ طب الارقام دي صحيحه ولا عشريه؟ لا الارقام دي صحيحه، ده 1 2 3 4. طب ال 1 2 3 4 دول بيتمثلوا بايه؟ بكتب له انت، اختصار لانتجر، ان الرقم اللي هيتخزن ده القيمه اللي هتتشال في الكولوم اللي اسمه امبلوي اي دي ده من النوع انت اللي هو انتجر. طيب اسكت على كده؟ لا مش هسكت على كده، لازم اقول له ان القيمه اللي هنا ديت اللي هتشال مثلا للموظف عمر هي غير القيمه اللي هتشال للموظف محمد وغير القيمه اللي هتشال للموظف ابراهيم. ما ينفعش كلهم بنفس القيمه. فبالتالي بعمل حاجه اسمها برايمري كي.
يعني ايه برايمري كي؟ يعني حاجه مميزه، انا الرقم ده هيبقى مميز مش هيتكرر. يعني القيمه ديت البرايمري كي دي معناها ان انا الكولوم بتاع الامبلوي اي دي ده استحاله يتغير او استحاله يتكرر. يعني هو عمر الاي دي بتاعه 1 ومحمد الاي دي بتاعه 2، استحاله تلاقي العمر ومحمد نفس الاي دي، لازم يبقى ده باي دي وده باي دي، فده معناها برايمري كي. لو جيت انا بعد كده ادخل له الاي دي بتاع عمر 1 والاي دي بتاع محمد 1، هيرفضه، يقول لي لا الكولوم ده برايمري كي ما ينفعش يتكرر في القيم، لازم كل صف ياخد قيمه واحده. فبالتالي دي معنى ايه؟ برايمري كي. انا كده خلاص. طيب البرايمري كي بيتعمل في التيبل على كولوم واحد، يعني انا كل تيبل عندي برايمري كي واحد، ما ينفعش يبقى فيه اكتر من برايمري كي في نفس التيبل. طيب دلوقتي انا برضو محتاج ان الرقم ده ما يتكررش ويتعمل له جنريت اوتوماتيك، يعني بدل ما انا اقعد كل مره مثلا هاجي اخزن، هاجي اسجل واحد، اسجل عمر، اسجل ابراهيم، اسجل محمد، مش كل ما هاجي اسجل موظف اروح انا احط له الاي دي بتاعه بايديا، لا انا عايز الاي دي يتعمل اوتوماتيك، فهكتب حاجه اسمها ايدنتيتي. طيب ايدنتيتي دي معناها ان الرقم ده فريد مش هيتكرر. طيب ايدنتيتي دي بتاخد حاجتين، لازم اجي هنا الاول امسح القوس الاول، اجي هنا بين القوسين دول بتاخد حاجتين، تاخد قيمتين. القيمه الاولانيه اللي هو انا هبدا العد بتاع الحاجه ديت، يعني هبدا العد في العمود ده من امتى؟ يعني ابدا من 1 ولا ابدا من 2 ولا ابدا من 3 ولا ابدا من 1000؟ ما انا افرض انا الاي ديات بتاعتي انا عايزها تبدا بتسلسل معين، فانا في الحاله بتاعتي هخليها تبدا من 1 مثلا. طيب كوما، طيب هي بتبدا من 1 هتزيد بمقدار قد ايه؟ يعني انا ما بين كل صف والتاني القيمه اللي انا هزودها قد ايه؟ يعني عمر ياخد 1 ومحمد ياخد 4 مثلا، ازود بمقدار 3 ولا ازود بمقدار 2؟ لا احنا عايزين نزود بمقدار 1، ان انت كل ما هيجي لك موظف هتبدا من الواحد وتزود عليه 1، يعني عمر هياخد 1، محمد هيجي له بعديه ياخد 2، ابراهيم هيجي بعديه ياخد 4، ياخد 3 وهكذا. خلاص كده انا خلصت اول كولوم عندي في التيبل ده. انا كده قلت له ان الامبلوي اي دي من النوع، الامبلوي اي دي عندي من النوع انتجر، يعني هيشيل فيه ارقام انتجر، ارقام صحيحه. طيب الامبلوي اي دي دوت ده قيمه مش هتتكرر، فانا هخليها هي البرايمري كي بتاعي بتاع التيبل ده. طيب ايدنتيتي دي معناها ان انت هتزود لي اوتوماتيك كل ما هاجي اعمل انسرت في التيبل ده، او كل ما هاجي اسجل صف في التيبل ده هتزود لي الاي دي ده، تعمله لي جنريشن اوتوماتيك. هتبدا العد من الواحد وتبدا دايما انت تزود له واحد باستمرار، تزود له واحد على اخر رقم موجود. يعني انت اخر رقم كان عندك 12، يبقى انت هتزود الرقم اللي بعديه 13. طيب كده سجلنا الامبلوي دي. قلنا في ايه تاني؟ قلنا في الفيرست نيم، الاسم الاول. انا اسمي عمر خالد، فالاسم الاول بالنسبه لي عمر. طب قلنا بعد كل اسم كولوم ده اسم كولوم وده اسم كولوم، بيجي بعديهم الداتا تايب. الداتا تايب اللي هو نوع الداتا. الفيرست نيم ده اللي هو عمر عباره عن ايه؟ عباره عن كلمه. لما باجي اخزن كلمه في الاس كيو ال بستخدم حاجه اسمها ان بار تشار. ان بار تشار يعني ايه ان بار تشار؟ يعني انا هستخدم كلمات عدد من الحروف جنب بعض، استخدم رموز ما استخدمش رموز، الكلام ده كله انا استخدم اللي انا عايزه. طيب دلوقتي ليه انا عملت قوسين؟ علشان الان بار تشار لازم تديها عدد حروف معين. يعني انا دلوقتي هكتب الاسم ده، الاسم ده مكون من 100 رقم، ماشي، من 100 حرف قصدي. هكتب مثلا عمر خالد الساده والعيله مش عارف ايه الكلام ده كله. طب انا هكتب الاسم دوت، محتاج اعمل ايه؟ محتاج احدد له هنا عدد الحروف اللي هيشيلها الكلمه دي. الكلمه دي مكونه من كام حرف؟ فانا بالويم كده او بخمن، انا مثلا الاسم الاولاني عمر، عبد الله، ابراهيم، بنسبه كبيره الاسم مش هيزيد عن 50 حرف. الاسم الاولاني لاي بني ادم ما اظنش انه هيزيد على 50 حرف. طيب دلوقتي انا كده خلاص ده الفيرست نيم، عملت الكولوم اللي هشيل فيه الفيرست نيم اللي هو وليكن عمر. طيب بعد كده محتاج ايه؟ محتاج اعمل الكولوم الثاني اللي هو لاست نيم. نفس الكلام هعمل له ان بار تشار من ال 50. اخد ده كوبي بدل ما اقعد اكتب كل شويه، احطه بيست، كنترول سي كنترول في على طول. طيب هاجي بعد كده محتاج اسجل ايه؟ محتاج اسجل العمر. اقول له انا دلوقتي عندي الايج، العمر بتاع الموظف دوت
هياخد رقم ايه؟ الداتا تايب بتاعته ايه؟ هيشيل يا اما عنده 20 سنه يا اما 30 يا اما 35 يا اما 34. ايه ده يعني هياخد رقم؟ طب الرقم ده صحيح ولا مش صحيح؟ رقم صحيح. طيب الرقم الصحيح ده قلنا بياخد انتجر، النوع انت. خلاص الايج هياخد انت، ماشي تمام. العمود اللي بعده او الكورم اللي بعده هياخد ايه؟ عندي الهاير ديت اللي هو تاريخ التعيين بتاعه، انا عينت الموظف ده عندي امتى. طيب الهاير ديت ده الداتا تايب بتاعته او نوع البيانات اللي هخزنها ايه؟ عباره عن تاريخ. طيب التاريخ ده استخدمه ايه؟ ايه الاستخدام بتاعه هنا عندي في الاس كيو ال سيرفر؟ استخدمه ديت، تاريخ. تمام. يبقى انا كده عملت، قلت له كرييت التيبل اللي اسمه امبلويي اللي هشيل فيه الموظفين بتاعتي، واعمل لي 5 كولومز. الكولوم الاولاني امبلوي اي دي، فيرست نيم، لاست نيم، ايج، هاير ديت. طيب الامبلوي اي دي ده الرقم الوحيد اللي مش هيتكرر معايا على مستوى الجدول، فبالتالي انا خليته برايمري كي للتيبل. طيب خليته من النوع ايدنتيتي علشان هو يبدا العد من واحد، انا التيبل عندي فاضي فهو يبدا بواحد ويبقى بيزيد باستمرار واحد. يعني مثلا اولين واحد، تاني 2، 3، 4، 5، 6 وهكذا. طيب الفيرست نيم خليته من الداتا تايب ان فارتشار، وقلت له ان انت عندك هتاخد 50 بس، انا عندي السترنج ده، عندي الان فارتشار دوت او الكلمه دي، الاسم ده مش هياخد اكتر من 50 حرف. نفس الكلام بالنسبه لللاست نيم هياخد برده 50 حرف. طيب الايج اللي هو العمر هياخد انتجر، الهاير ديت هياخد ديت. خلاص انا كده خلصت. خلصت. اروح اعمل ايه؟ اروح محدد الكود بتاعي، ماشي، وادوس على اكسكيوت. هنا ادوس على اكسكيوت، دوسه، راح اعمل لي، قال لي كوماند كومبليت سكسسفول. خلاص انا كده نفذت لك الكلام ده بنجاح. ودي الكومبايليشن ديت اللي هو وقت ما هو منفذ الوقت دلوقتي. طيب كده يعني هو دلوقتي خلاص عمل الجدول ده. طب انا عايز اشوف الجدول ده، اشوفه منين؟ هلاقي هنا على الشمال عندي تيبلز، دوست عليها دبل كليك، فتحت لي هنا ادي اسم التيبل اهو، اسمه امبلوي. اسمه ايه؟ اسمه امبلوي. لو دوست عليه كليك يمين ودوست عليه سيلكت توب 1000 روز، هيبدا ان هو يجيب لي التيبل اهو، ظهره لي مكون من امبلوي اي دي، فيرست نيم، لاست نيم، ايج، هاير ديت، بس فاضي. انا عمل التيبل فيه ال5 كولومز بتوعي، بس التيبل فاضي ما فيهوش اي بيانات. ايه ده؟ يعني احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نبدا نحط فيه بيانات. محتاجين ان احنا نبدا نحط فيه بيانات. طيب بنحط بيانات ازاي في جدول؟ محتاج احط بيانات، محتاج انسيرت بيانات، اسمها انسيرت. هقول له انسيرت انتو، ماشي، روح حط لي فيه. انا هحط البيانات فين؟ في التيبل اللي اسمه امبلوي. طيب هتحط البيانات في التيبل اللي اسمه امبلوي. عندي هنا حالتين، في الادخال. يا اما ان انا اعمل كده، انا قلت له عايز احط insert into employee وvalues، حط لي القيم كده. يعني انا قلت له هنا insert into employee، حط لي في الامبلوي، وهنا قلت له حط لي values، ماشي. طيب الفاليوز ديت اللي هي ايه؟ اللي هي القيم اللي هتتحط في الايه؟ في الكولوم. يعني انا لو جيت هنا تاني select 1000 روز، لو انا ما كتبتلهوش هنا اسم العمود اللي انا عايز احط فيه البيانات، اللي هو وليكن امبلوي اي دي، وجيت هنا مثلا حطيت له 1، ماشي، لو انا ما حطيتش هنا الامبلوي اي دي ده وحطيت 1 بس، هو هيروح يحط الواحد ده في اول قيمه هنا في اول عمود اوتوماتيك لو انا ما سميتلوش. طب انا ما بفضلش الطريقه دي. ليه؟ انت يا باشا حط لي اللي انت عايزه هنا. انا عايز احط ايه هنا؟ انا اصلا مش هحط الامبلوي اي دي، مش هحط له قيمه. ليه مش هتحط له قيمه؟ ما احنا عاملين ايدنتيتي، يعني بيزيد اوتوماتيك، يعني انا مش محتاج اكتبه، ازود على نفسي كود ليه؟ طب انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ هسجل الفيرست نيم، اخد الفيرست نيم اكتبه هنا فيرست نيم. طيب وهحط ايه تاني؟ وهحط اللاست نيم. طب وهحط ايه؟ هحط بيانات ايه تاني؟ هحط الايج. طب وهحط ايه تاني؟ هحط الهاير ديت.
خلاص انا كده حطيت اسامي العواميد اللي انا هحط فيها البيانات. طيب ايه بقى هي البيانات الفاليوز؟ ايه الفاليوز بتاعتك؟ انت عايز تحط في الفيرست نيم هنا ايه؟ احنا الفيرست نيم ده بياخد ايه؟ بياخد ان فارت شور، يعني بياخد كلمه، بياخد حرف او اكتر. طيب عشان احط حرف او اكتر، وليكن مثلا انا هحط عمر، ما ينفعش احط عمر كده، لازم الاول احط عمر ده، احط كده، احط الكوتيشن دي سنجل كوتيشن. دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا هكتب هنا يا حرف يا اكتر. انا بقول للبرنامج افهم ان كلمه عمر دي كلمه، ماشي؟ فهي يا كلمه يا حرف يا اكتر، يعني انا ممكن اكتب هنا او بس، وممكن اكتب عمر كده. طيب كده الفيرست نيم هيتحط فيه عمر اول قيمه. اللاست نيم هيتحط فيه ايه؟ اللاست نيم ده من النوع ان فارت شور، يعني هحط كوتيشن سنجل كوتيشن واخش جواه هكتب ايه؟ هكتب الاسم التاني وليكن خالد، واعمل كوما. طيب بعد كده هحط القيمه الثالثه في العمود الثالث، الايدج، هحط السن. طب السن ده انت، الانت بيتحط رقم عادي جدا 26 مثلا زي ما هو كده، ما بحطهوش ما بين دبل كوتيشن ولا سنجل كوتيشن. انا اللي بيتحط عندي ما بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن هو الان فارت شار والديت، الان فارت شار والديت والشار اللي هو لو انا بكتب حرف واحد. طيب هاجي هنا الهاير ديت، الهاير ديت تاريخ التعيين، ولنفرض ان احنا هنقول تاريخ التعيين اللي هو النهارده 18/10/2024. طيب اكتبه فين؟ اكتبه بين سنجل كوتيشن، هكتب 2025 واعمل شرطه واكتب 10 شرطه واكتب 18/10/2025. يبقى انا كده هنا ده معناها ايه؟ ده معناها انسيرت انتو، اعمل لي انسيرت في الجدول الامبلوي، ضيف في الجدول اسمه امبلوي، في العمود الفيرست نيم حط لي عمر، في اللاست نيم حط لي خالد، في الايج حط لي 26، في الهاير ديت حط لي 18/10/2025. احدد السطر ده كده واعمل له اكسكيوت. بص بيقول لي هنا 1 رو افكتد، يعني صف واحد اتعمل له افكت، في صف اتعمل له تعديل، حصل عليه تعديل. طيب انا محتاج اعرف الصف اللي حصل عليه التعديل ده هو انهي صف، او عايز اشوف الجدول بعد ما ضفت البيانات دي، عايز اشوف البيانات دي في الجدول اشوفها فين؟ هروح اقول له كليك يمين سيلكت توب 1000 روز. بص ظهر معايا بعد ما كان فاضي بقى امبلوي اي دي اوتوماتيك عشان احنا عاملينها ايدنتيتي بقت بواحد، فيرست نيم اتحط فيها عمر، لاست نيم اتحط فيها خالد، الايدج اتحط فيها 26، الهاير ديت اتحط فيها 18/10/2025. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ انا كده كريت جدول وحطيت فيه قيمه. طب هل انا اقدر اضيف اكتر من قيمه في نفس الوقت في الجدول؟ يعني انا لازم اقعد كل شويه اكتب انسيرت؟ لا، انا ممكن اضيف اكتر من قيمه. طب اضيف اكتر من قيمه ازاي؟ هاجي هنا همسح السيمي كولون دي، اقول له ما تنتهيش هنا، واعمل كده واخد ده كوبي اللي هو القوسين دول، ماشي؟ بس نظبطهم عشان تنسيق. اجي هنا احط هنا القيم اللي انا عايزها. انا عايز انسرت ايه؟ هانسرت مثلا هنا محمد، ماشي، وهنا انسرت احمد، اسمه محمد احمد، سنه 30، تاريخ التعيين بتاعه كان يوم 10/10. طيب بالنسبه لعمر ده اقدر اغيره، خلينا نكتب عربي، اي حاجه عربي، نكتب مثلا عمر بالعربي، ونكتب هنا خالد، ونكتب هنا، هو طبعا اول ما كتبت عربي راح قلب اوتوماتيك ايه كله حاجات العربي. يعني تعالى هنا خليها 9 مثلا، بلاش ده لسه ما جاش، 11 وده خليه 35. هنا ليه جايب لي ايرور؟ جايب لي ايرور هنا عشان احنا المفروض نكتب سيمي كود. لو انا خلاص انا هقفل السطر بتاعي، فانا الكود بتاعي هنا اقفله بسيمي كود. فانا هاجي هنا احدد ده واعمل له اكسكيوت. بص قال لي ايه؟ تو رو افكتز، يعني هو عمل انسيرت الاثنين رو مع بعض، فرمى القيمتين دول مع بعض في الداتابيس. فاجي هنا كليك يمين سيلكت توب 1000 روز، هيظهر لي البيانات اهو. طبعا هو هنا ظهر لي بص اوتوماتيك الاي دي 2 الاي دي 3، هنا محمد احمد 30 10 وهنا ده ده هنا ما جابش ليه القيم، هو سجلها، يعني هو سجل عمر وسجل خالد، ماشي،
بس هو هنا ليه جايبهم كده؟ علشان في اعداد كده المفروض يتعمل في الاس كيو ال سيرفر، هبقى اعمله لكم فيديو تاني، ان احنا نظبط طريقه الكتابه بالعربي. تمام؟ فبس هو اسجله يعني. طيب خلاص كده احنا عملنا ايه؟ عملنا كرييت للتيبل. ماشي، عملنا كرييت للتيبل بتاع الموظفين وضفنا فيه بيانات. طيب انا دلوقتي لما قلت لك هات البيانات من الجدول، لما قلت لك هات البيانات من الجدول، قلت لك تعالى هنا كليك يمين وسلكت توب 1000 روز، وهو بيروح فاتح لك بتاع جديد وجايب لك الجدول هنا. طب لو انا مش عايز اعمل كده، مش عايز اعمل كده، انا عايز اجيب البيانات ماشي بطريقه بكتابه الكود، ودي الطريقه الاحسن دايما لان هيحتاجها قدام كتير. فانا محتاج اجيب البيانات اللي في الجدول، فبروح اقول له سلكت، روح هات يا باشا سلكت. ماشي، ستار دي معناها هات لي كل الاعمده اللي في الجدول. ستار دي معناها هات لي كل الاعمده اللي في الجدول. طيب فروم، ايوه انا هروح اجيب كل الاعمده اللي في الجدول من انهي جدول بقى؟ فروم ايه؟ فروم امبلوي، فروم امبلوي، من جدول الامبلوي. يعني انا كده بقول له هنا سلكت، روح هات لي من استريك دي او ستار دي يعني كل الاعمده فروم امبلوي، من تيبل الامبلوي. طب لو انا جيت رنيت السطر ده بس جاب لي البيانات. ايه ده؟ جاب كل البيانات؟ جاب كل الاعمده. طب لو انا عايز اجيب اعمده بس، انا عايز اجيب فيرست نيم بس، اقول له هنا شيل الستار اكتب له فيرست نيم، روح سلكت فيرست نيم فروم امبلوي. طب لو انا رنيت ده لوحده، بص راح جاب فيرست نيم بس، ده عد للبرنامج مش ملوش دعوه بالاي دي. فيرست نيم عمر محمد، والاسم الثالث اللي مش ظاهر ده بالعربي. تمام؟ تمام. يعني لو كتبت له هنا الايش بس راح هات لي الاعمار بس، هيجيب الاعمار؟ هيجيب الاعمار. 26 30 35. يعني هنا ممكن اقول له هات لي هات لي الفيرست نيم. قلت له هنا كده روح هات لي الفيرست نيم وهات لي العمر، هيروح يجيبه؟ روح هات لي الفيرست نيم والعمر. عمر 26 محمد 30. يبقى احنا كده هنا عملنا ايه؟ احنا هنا كده عملنا، نرجع تاني محتوى الفيديو ده بتاعنا. احنا عملنا هنا في الدرس بتاع النهارده ايه؟ احنا كريتنا الداتابيز، قلنا الداتابيز بتتكريت ازاي، كريتنا التيبل. طب بنكريت التيبل ازاي؟ كرييت تيبل، اسم التيبل، وبنكتب اسم الكولوم وراه الداتا تايب بتاعته، وكل تيبل لازم يبقى ليه برايمري كي، ودايما بنحدد البرايمري كي دوت بناء على القيمه اللي استحاله تتغير او ما ينفعش ان هي تتكرر في الجدول. ماشي، فاحنا فرضناها على الاي دي لان الاي ديات عندنا مش بتتكرر. طيب، وقلنا لو عايزين نخزن كلمه حرف او اكتر بنخزنها في داتا تايب اسمها ان فارتشار، وبنديها ما بين القوسين السايز بتاعها هي فيها كام حرف. طيب لو انا بخزن عمر فانا بخزنه رقم انتجر. طب لو انا بخزن تاريخ بخزنه عن طريق حاجه اسمها ديت. وجينا هنا عملنا انسيرت للبيانات جوه جدول الموظفين اللي هو الامبلويي، ما بين القوسين هنا بنقول له ايه الاعمده اللي احنا عايزين نحط فيها بيانات. فيرست نيم، لاست نيم، ايج، هاير ديت، دول الاعمده اللي انا عايز احط فيهم البيانات. اول عمود هحط فيه محمد، تاني عمود هحط فيه كيمو، ثانيه احمد، ايج هحط فيه 30، هاير ديت هحط فيه 10 10 20 25. وطبعا لازم اكتب كلمه فاليوز وراها القيم. يبقى انا بقول له انسرت لي انتو، حط في الجدول ماشي القيم دي. طب انا خلصت عايز اجيب القيم، عايز اجيب القيم دي تاني من الجدول، بعمل سيلكت، روح سيلكت يعني روح هات لي ايه؟ هات لي الداتا منين؟ من انهي اعمده؟ انت عايز الداتا من انهي اعمده؟ عايز الفيرست نيم وعايز الايدج العمر. طيب هجيب الاعمده دي من انهي جدول؟ فروم امبلوي. بس كده، بس كده. ومن هنا يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل جدول، عرفنا ازاي نجيب بيانات في جدول، عرفنا ازاي نجيب البيانات اللي احنا ضفناها دي من الجدول. ودي كانت اول خطوه في الداتا بيز كورس اللي احنا هنمشي عليه. ودي من الخطوات المهمه جدا ومن الحاجات المهمه جدا اللي بتتكرر معانا كتير قوي، فلازم نبقى فاهمينها كويس. طيب يا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله في فيديو جديد المره الجايه هنكمل بقى على الداتا دي، نبدا نعمل عليها اوبريشنز، نبدا نعمل جدول تاني، نبدا نربط جدولين ببعض، نبدا ان احنا نجيب بيانات بناء على شروط معينه. يعني عايز اجيب مثلا الموظفين اللي عمرهم اكتر من ال 30، الموظفين اللي عمرهم اقل من 30،
الموظفين اللي لسه متعينين الشهر اللي فات، الموظفين اللي لسه متعينين السنه اللي فاتت، شويه اوبريشنز كده هنعملها ونفضل نلعب كده مع الداتابيز ايه شويه يعني. شكرا لك.